فادي أنتي ضابط إيقاع. حبيت فكرة الفرقة اللي تهدف للمحبة والأخوة بين الشعوب وتشمل كافة مكونات المجتمع الجزيري. اسمي رابي مورو، مغني سرياني. نحن بفرقة هارموني عم نحاول نوصل رسالة كثير حلوة، نوصل لغتنا وثقافتنا لكل العالم لحتى يعرفوا نحن ما لنا لون واحد، نحن كذا لون ومن أطياف متنوعة. اسمي أشرف الأسمر، مغني فولكلور عربي ضمن فرقة هارموني. طبعا إذا بدك أنت تغني لأي مكون بالدرجة الأولى بدك تمثل هذا الشيء بشكل صحيح، يعني هذا الشيء بده تعب. طبعا حتى نوصل نحن الطموحات اللي نحن نحلم فيها بيوم من الأيام، مفروض علينا نكون نحن نحب بعضنا، نتكاتف مع بعضنا. اسمي فاسكين جيراغوسيان، المغني الفلكلور الأرمني في فرقة هارموني، وأكيد راح نكمل فرقة هارموني، ما راح توقف بحياتها يعني، حتى لو الأعضاء تغيروا من سنة لسنة، وإن شاء الله كل سنة عم نعمل شيء أحسن وأحدث وأغاني جديدة وكل شيء راح نتقدم يعني إن شاء الله. اسمي كاميران مصطفى، عضو في فرقة هارموني بعزف جيتار. هدفنا انه ننقل صورة حلوة عن المكونات الموجودة بمنطقة الجزيرة عبر فرقة هارموني. اسمي إيفان إبراهيم، قائد فرقة هارموني. نحن الفرقة الوحيدة اللي بتغني بكل تراث المكونات بموسيقى واحدة، من أرمني، كردي، آشوري، سرياني، عربي، وهذا الشيء اللي يميزنا عن بقية الفرق الثانية. من طلاب المعهد هارموني. طبعا الفرقه بلشت عام 2018 بعد سنه من افتتاح المعهد. الفكره من الفرقه والمعهد بشكل عام، لما جيت على القاموس شفت كثير مكونات موجوده مثل الاشوري، السرياني، العربي، الارمني، الكردي، وانا شخصيا كنت موسيقي وحابب انه ضل بمجال الموسيقى بهذه المنطقه. سميته هارموني لانه شفت كثير في مكونات بالجزيره، والهارم اسمه هارموني هو اسمه مزيج، فانا حبيت اخذ هي الفكره وطبقه على ارض الواقع، انه مزيج بين المكونات الموجوده بالمنطقه، لانه طلاب معهد هارموني كانوا كراد وعرب وسريان واشوريه وارمن. لما اسست الفرقه كمان كان هذا الهدف نفسه، انه نحن نجيب من كل فلكلور غنيه وندمجهم مع بعض باسم فرقه هارموني. طبعا نحن كمان عم نعمل مزيج بين هالاغاني باسم فرقه هارموني. بالنسبة لأعضاء الفرقة، أول ما تأسس الفرقة كانوا من طلاب المعهد، لكن هالطلاب كبروا وصاروا بكالوريات فالتحقوا بجامعاتهم، لهيك كل سنة عن سنة عم يتغيروا أعضاء الفرقة، ولكن فرقة هارموني موجودة حتى لو بعد سنتين وثلاثة كمان إذا ما كانوا نفس الأعضاء راح يتغيروا الأعضاء، لكن الفكرة هي نفسها. أول مشاركة كانت مع UNDP يوم السلام العالمي، كانت احتفالية كانت بالشارع عام 2018، هي أول حفلة نطلعها. بعدين شاركنا كثير مع منظمات، كمان بمهرجانات كانت تصير بمنطقة الجزيرة، وكمان بأعياد الميلاد وراس السنة كمان نحن كنا نشارك بكل الحفلات الموجودة. طبعا شيء جديد نحن بلشنا بالتعاون مع هيئة الشباب والرياضة، عملنا حفلات تقريبا بثلاث مناطق من الجزيرة اللي هي الحسكة والقامشلي وديريك. طبعا نحن في عنا مناطق ثانية كمان مثل الرقة ومناطق ثانية بالجزيرة. طبعا اخترنا انه يكون الحفلات بالشارع لانه الشارع المكان الوحيد اللي فيك تجمع فيه كل المكونات، وفيك تجمع فيه الدكتور، المهندس، العامل، فيك تجمع فيه الكبير والصغير. فحسينا انه الشارع هو المكان الانسب لحتى انت
تنشر هي الفكره. طبعا من 2018 وبعد نحن ما كان عندنا ولا جهه داعمه، كنا دائما عم نشتغل لحالنا باسم فرقه هارموني. بس 2021 هي السنه كانت اول من دعمونا واول من تعاونوا معنا هن هيئه الشباب والرياضه. طبعا اعمالنا هو مزيج بين هالالحان والموسيقى المكونات الموجوده، يعني نحن دائما بنجيب غنيه كرديه بنحاول نلبق لها غنيه ارمنيه بالاضافه للسرياني بالاضافه للاشوري والكردي والعربي. طبعا هدول المكونات كلها، هدول الالحان، هدول الفلكلورات عم نعملهم بموسيقى واحده، ريميكس كل غنيه ورا بعض، طبعا بالحفاظ على لون كل مكون. طبعا الكردي في كردي عم يغني، الارمني في مغني ارمني عم يغني، والسرياني كمان نفس الشيء، كل واحد عم يغني اللون تبعه. طبعا القصة من الفرقة انه نحن حابين نعمل فرقة موسيقية تعمل مزيج بين هالمكونات الموجودة بالمنطقة، يعني نحن قبل ما شفنا ابدا في فرقة موسيقية عم تقدم كل هاللوحات وكل هالفلكلورات، كل موسيقى المكونات الموجودة بالمنطقة مثل الارمني والسرياني والعربي والكردي والاشوري. طبعا هدف الفرقة اكيد لحتى نوصل صوتنا للعالم، لباقي المحافظات وكمان لاوروبا. هلا هن دائما بيسمعوا انه القامشلي او الجزيرة، بس ما بيعرفوا انه القامشلي والجزيرة فيها عدة مكونات، ما بيعرفوا انه فيه السرياني محافظ على ثقافته، فيه الارمني محافظ على ثقافته، وفيه الكردي محافظ على ثقافته، بالاضافه للعربي والاشوري. طبعا كل هدول كل واحد فيهم في له موسيقته الخاصه، في له ثقافته الخاصه، فنحن عم ندمج كل هالمكونات بفرقه واحده اللي هي اسمها هارموني.